يبدأ الفيلم مع حرامي وهو بيجري من الشرطة وبيستخبى في مكان مهجور، بس فجأة بيظهر له شخص شكله غريب ومخبي وشه وبيعرفه إنه هيقدر يساعده ويخرجه من اللي هو فيه مقابل ولاءه ليه دايما. فبيفضل الحرامي يضحك لأنه ما يعرفش ده مين أصلا أو ظهر له إزاي، لكن بيوافق علشان يخلص من الشرطة. في لحظة الشخص الغامض ده بيبدأ يستخدم جسمه كدرع ليه وبياخد روحه، لدرجة إن الشرطة لما بتروح للمكان مش بتلاقي غير دم مغرق الأسانسير والشاب كأنه اتبخر. وفي معبد في الصين بنشوف شاب كاهن اسمه تشان، هو بيشوف في المستقبل إن في مصيبة كبيرة هتحصل بسبب لعنة، وبيخرج بسرعة علشان يلحق يروح للشخص اللي هيقدر ينهي كل ده. هو بيشوفه المعلم بتاعه وهو خارج وبيحكي له إنه لازم يلحق الشر قبل ما ينتشر، وهو بيمشي بسرعة. في المطار بنشوف عيلة وهي جاية تعمل سياحة في البلد، تكون مكونة من الأب جيك اللي بيكون ضابط شرطة والأم جرانج والطفلة لو بيكونوا جايين علشان يغيروا جو. لكن بنلاحظ إن جيك دايما مشغول لدرجة إنه لما بينزل من الطيارة تليفونه ما بيبطلش مكالمات، وبتكون جرانج متضايقة لأنه المفروض يكون معاهم، وبيحاول على قد ما يقدر إن هو يفضل مهتم بعيلته. وبيروحوا على الفندق علشان يرتاحوا شوية، بعدها بينزلوا يتمشوا في المدينة. وفي لحظة انسجام بين جيك وجرانج بتختفي لو من وسطهم، وبيفضلوا يدوروا عليها في كل مكان لحد ما بيلاقيها أبوها واقفة مع الشاب الكاهن، وبيجروا بسرعة ياخدوها وبيشكروه إنه اهتم بيها. بس الكاهن تشان بيقول لجيك إن هو الموعود وحارس البوابات، وإنه وسط الضلمة هيلاقي النور في حب عيلته. بس جيك ما بيبقاش فاهم كلامه وبيفكره مجنون وبيسيبه وبياخد عيلته وبيمشوا. بيروحوا يفطروا في المول وبيبقى اليوم لطيف لحد ما بتكون له رايحة مع أمها الحمام، وفجأة بنشوف الحرامي في المول لكن شكله بيبقى متغير ووشه متدمر كأنه ملعون، وبنلاحظ إنه ماسك سلاح في إيده وما بياخدش وقت وبيبدأ يصبح على كل اللي في المكان وبينزل قتل فيهم، والناس بتجري بهستيريا على الشارع لحد ما بتتجمع كل قوات الأمن بره المول. في اللحظة دي بتخرج جرانج ولو من الحمام وبيشوفوا اللي حصل في المول وبيخافوا جدا، وبيدوروا على جيك اللي بيطلب منهم يستخبوا في أي مكان بعيد وبيوعدهم إنه هيرجع لهم، بس لازم يمشوا من هنا فورا. وقتها جرانج بتاخد لو وبتستخبى في الحمام، وبينزل جيك للمول علشان يمسك الملعون وبيكون معه شرطي اسمه براند. بيلاحظ جيك إن الملعون بيكلم عروس اللعبة وبيتأكد إنه شخص مجنون، وبتحاول واحدة من الناس تتصل بحبيبها تعرفه فبيقتلها الملعون. وقتها جيك بيديله طلقة، لكن الملعون بيقوله إن كده الطقس اكتمل بفضله وكأنه جاي علشان يضحي بنفسه. فجأة بيبدأ شكله يتغير وبينفجر زي القنبلة وبيدمر المكان باللي حواليه وبيختفي من بعدها للأبد، وبكده يبقى نفذ ولاءه، لأن بعد موته بتنتشر اللعنة بين الناس وبيبقوا بيمشوا يقتلوا في بعض بكل شكل وطريقة. في الوقت ده بتضطر جرانج تخرج هي ولو من الحمام وبيدوروا على مكان تاني يستخبوا فيه، بس وهم ماشيين بيلاحظوا إن كل الناس بتهجم على بعض وبيقتلوا في بعض، وبتحاول جرانج تحافظ على بنتها لحد ما بيخرجوا من المكان المتدمر ده وبيروحوا على محل يتدروا فيه. وبتحاول جرانج تتصل على أمها تطمن عليها، بس للأسف ما بيبقاش تليفونها فيه الشبكة. في المول بيفوق جيك والشرطي وبيلاقوا المكان كأنه مهجور من سنين، وبرغم الانفجار مفيش ولا جثة فيه، وبيستغربوا وبيفضل براند ينادي في المكان يمكن حد يسمعهم، وبيسمعوا صوت من بعيد وبيروح براند يبص وبيلاقيها شابة لكنها بتبقى من الملعونين واتحولت فعلا وبتهجم عليه وبتقتله. فبيفضل جيك يضرب فيها بالرصاص لكنها ما بتأثرش وبتجري وراه في المكان كله وبتتشعلق في السقف علشان بس توصل له، وبيستخبى لكنها بتقدر تجيبه وبتسحبه ناحيتها بس بيقدر يهرب على آخر لحظة. وبتفضل البنت وراه وبتحاول تقتله بكل الطرق، بس بيقدر جيك يربطها في مكان وبيدور على أي مخرج من هنا، بس بيتفاجئ إن البنت فكت نفسها. هو بيشوفها جيك وهي داخلة جوه فجوة من الدم زي اللي دخل فيها الحرامي أول مرة، وبتتقفل الفجوة عليها وبتختفي على الفور. بيروح بعدها يدور على جرانج ولو واللي بيفضلوا محبوسين في المحل، وبتحاول جرانج تتصل من التليفون الأرضي بأمها بس مفيش شبكة برضه. وبيدخل عليهم واحد من الملعونين وبيفضل يشم ريحة أي جسم حي وبتستخبى هي ولو، لكن بيقدر الراجل يوصل للو
ولسه هيهجم عليها بتيجي جرانج من وراه وبتضربه على دماغه بعصاية البسبول، وبيطلعوا يجروا على محطة الأتوبيس بس بيلاقوا هناك كمية من الملعونين، وبيركبوا في واحد من الأتوبيسات وبيقفلوا عليهم مع ناس تانية جوه. وبتسأل السواق لو الأتوبيس لسه شغال، فبيعرفها الراجل إنه شغال لكن معهوش مفاتيحه، وبنعرف إنها وقعت منه برا الأتوبيس وكلهم خايفين يطلعوا يجيبوها، فبتقرر تطلع بنفسها تجيبها وبتجري بسرعة وبتشد الشنطة وبترجع للأتوبيس، لكن المنعونين بيشوفوها وبيشدوها من بنتها، بس بينقذها راجل من الأتوبيس بتاعها وبيضحي بنفسه مكانها. بيتحرك الأتوبيس بيهم وبعد شوية بيقول لها السواق إنهم مش هيقدروا يكملوا أكتر من كده ولازم يرجعوا، فبتضطر جرانج تنزل هي ولو. في الوقت ده بيوصل جيك لموقف الأتوبيس وبيدور عليهم لكنه بيسمع صوت حاجة غريبة، وبيبص حواليه بيلاقي كائن ضخم جسمه عبارة عن هيكل عظمي من النار وبيفضل يجري وراه، فبيهرب جيك وبيحاول يستخبى في مكان، لكن الكائن بيدور عليه ولما بيشوفه وهو بيجري بيهجم عليه فورا. وهو بيحاول يمسكه بإيده فبيهرب جيك، لكن للأسف بيوصل لحيطة سد وبيتحاصر، وقبل ما يوصل الكائن بيظهر الكاهن تشان وبياخد جيك وبيدخله المعبد وبيسأله جيك انت تبقى مين، فبيقول له الكاهن لو عاوز يشوف بنته ومراته تاني ينصحه يجي وراه. وبيبدأ تشان يحكي له إنهم عايشين في واقع تاني بين الجنة والجحيم، وإن هو حارس بوابات الجحيم، وإنه لما قتل الملعون كده هو تمم الطقس الدموي. واتفتحت بوابات الجحيم وشياطين الجحيم حرة في الأرض بتلبس الناس الضعيفة وبتجمع أرواح، وهي مسألة وقت لحد ما أبوه يرجع. وبنعرف إن أبو تشان محضر أرواح قوي جدا وهو العقل المدبر ورا كل ده، وإن هو وأبوه كانوا عارفين إنه هيكون في المول في الوقت ده بالذات، وعلشان كده هما بعتوله الملعون يرتكب الجرائم دي في المكان. وبنعرف إن الملعون اسمه مايك وكان خادم لأبو تشان وكان طعم للطقس وضحى بنفسه كقربان للحارس. وبما إن جيك كمل الطقس وفتح الأبواب لسه في وقت يلحق كل ده ويقفلها بنفسه، فبيسألوا جيك اشمعنى هو واشمعنى يبقى الحارس، فبيعرفوا تشان إنه كان هيموت وقت ولادته لكن أمه هي اللي ماتت وكان في وقت القمر الدموي، فبيعترض جيك على الكلام ده، لكن تشان بيقوله إن ده قدره ومفيش مفر منه، فلما يساعده في المهمة دي هيلاقي عيلته. وبيكتشف جيك إن تشان عارف مكانهم وبيعرفوا تشان إن مراته وبنته في طريقهم للفندق، وبيجري جيك علشان يروح لهم بس بيمنعوا تشان لأنه مش هلاقيهم أصلا إلا بمساعدته. ولما يقفلوا بوابات الجحيم وإنه قدامهم وقت قليل لأن في اللحظة دي أبو تشان بيزداد قوة مع كل روح بتتاخد، وقتها جيك بيقرر يساعده علشان عيلته يخلصوا من اللي هم فيه وبيسألوا عن مكان البوابة. في الوقت ده بتكون جرانج ولو سوا في الفندق وبيكون كله متدمر والناس ميتة، وبيسمعوا صوت من بعيد ولما بيقربوا بيشوفوا واحد ملعون باللعنة ماسك في واحدة ست وعاوز يموتها، فبتحاول جرانج تخبي له علشان ما تشوفش اللي بيحصل. وفي لحظة الراجل بيقتل الست وبيشم ريحتهم وبيروح يهجم عليهم بس جرانج بتضربه بشهالة الشنط الحديد، وبنكتشف إن الست ما ماتتش واتحولت من الراجل وبتهجم على جرانج بس هي بتفضل تضربهم علشان ما يقربوش منهم وبتهرب له فورا، بس بتلاقي واحد تاني في وشها وبتصوت فبتجري أمها بالشيالة وبتضربه. وقتها الراجل بيرمي الشيالة بعيد فبتلحق جرانج نفسها وبتديله بإزازة على دماغه فبتموته على الفور وبتاخد له وبتجري وبيستخبوا في أوضة من الأوض. وبتبص جرانج من الشباك بالصدفة فبتلاقي منظر رهيب وهو إن المدينة كلها متدمرة وبتولع وبقت غير صالحة للمعيشة، وبتطلب منها لو تتصل بجدتها وبتحاول جرانج تكلمها لكن برضه مفيش شبكة، وبتنهار لو من كل اللي بيحصل معاهم وهي مش فاهمة، بس جرانج بتطلب منها تهدأ وهيقعدوا هنا يستنوا أبوها. وتشان بياخد جيك علشان يدور على مايك الملعون بس جيك بيستغرب لأنه قتله في المول، فبيعرفوا تشان إن مايك هو الوحيد اللي هيوصلهم للسيد الكبير اللي هو أبوه، وهناك هيلاقوا الشق ويقفلوا البوابة. وبيسألوا جيك هو ليه أبوك محتاج مايك، فبيعرفوا تشان إن أبوه ما بيملكش قوة في العالم بتاع البشر فكان لازم يستخدم واحد بشري، وقبل ما يبقى محضر أرواح كان راهب بيخدم واحدة اسمها فيرا، وبسبب طمعه في القوة سرق نصوص تعاويذ من الست دي وهم الأبدية وامتصاص طاقة الأرواح، لكن النصوص دي مش أي حد يقراها وينفذها علشان كده التعويذ سيطرت على جسمه، ولما جسمه بدأ ينهار ويعجز ابتدى يستخدم القوة اللي اتعلمها من التعويذ علشان يلبس جسم تاني وياخده لنفسه، وأول جسم سيطر عليه هو ابنه تشان،
وبنشوف أبوه لما خطفه وهو صغير من أمه وحبسه في أوضة مليانة طلاسم ورموز وابتدى يقرأ عليه التعويذ. لكن في آخر لحظة الأم بتتدخل وبتنقذ ابنها، وروح أبوه بتتنفي من الواقع وبيفقد قوته في العالم المادي. لكن قبل ما يموت بيسيب كل النصوص والتعليم لابنه تشان. وهم ماشيين سوا بيسمعوا صوت جاي من مبنى جنبهم وبيلاقوا كائن ضخم عاوز يموت بنت، وبيجري جيك يلحقها وبيحاول تشان يمنعه لأن مفيش وقت وفات الأوان على مساعدتها. لكن جيك ما بيقتنعش بكلامه وبيطلع جيك للسطح وبيشوف كمية كائنات غريبة بتهجم عليه، وبعد حبة ضرب حلوين بينقذ البنت وبنكتشف إنها نفس البنت اللي اتقتلت قدامه في المول وما بتبقاش فاكرة أي حاجة. وبيبدأ جيك يفكرها باللي حصل، وفجأة بيظهر الكائن العظمي من تاني قدامهم. بياخد جيك البنت بسرعة وبيهرب، لكن بيهجم عليهم الكائن من كل مكان وفي لحظة بيشد البنت من ايد جيك وبيفصل راسها عن جسمها وبيمشي. وبيجي تشان ياخد جيك وبيروحوا يقعدوا في مكان أمان وبيعرفوا تشان إن دي روح البنت وكانت تايهة، والكائن اللي أخدها مهمته إنه يتغذى على الأرواح الضايعة، وبيفهموا إن روحها اتحبست في منطقة العوائق للأرواح التايهة، وده معناه إنها كانت بتعمل حاجة غلط وروحها متعلقة. هو بيستغرب جيك من كلامه لأنها روح وهو شايفها عادي. وقتها بيصدمه تشام بالحقيقة إن هو نفسه ميت أصلا في الانفجار، واللي شايفينه كل ده هي روحه، واتحبست في العوائق لأنه كان مفضل شغله عن عيلته. بينهار جيك من اللي بيعرفه وإزاي هينقذ عيلته وهو شبح أصلا، لكن بيتفق هو وتشان يلاقوا طريقة علشان روحه تقدر تنقذ عيلته في العالم بتاعنا، لأن بعد ما تحول لروح جسمه مبقاش يملك قدرة المحاربة في العالم. وبيروحوا سوا علشان يدوروا على مايك، لكن بيلاقوا وحوش الشيطان منتشرين في كل مكان وبيحاربهم تشان وبيقتل فيهم واحد ورا التاني، وبينقذ جيك منهم قبل ما يقتلوه وبيخفيهم بتعويذة منه لأنهم أرواح وملهمش قوة في العالم الواقعي. بس وقتها بيبص جيك في المراية وبيلاحظ إن شكله اتغير وبقى شخص تاني، فبيعرفوا تشان إن روحه كان لازم تتنقل لجسم بشري علشان يقدر يحارب ويكون عنده قدرة في العالم الواقعي، وبيديله خنجر فيه قوة سحرية علشان يقدر يقتل جسم الملعون في العالم. وبيروح جيك علشان يدور على مراته وبنته في الفندق، لكن في نفس الوقت ده بيظهر مايك الملعون وهو متنكر في جسم جيك وبيضحك على مراته وبنته إن هو جوزها، فبتصدقه جرانجو وبتدخله الأوضة وبتعالج جروحه. لكن بنشوف حياته في المراية والملعون وبيقدم هدية له وهي العروسة اللي كان بيلعب بيها في المول بعد ما اتفحمت، وبياخدهم من المكان على أساس إنه هيوديهم لمكان أمان. فبيوصل جيك وبيسمع صوت صريخ قوي وبيكتشف إن مايك الملعون خطف بنته ومراته وبيهرب بيهم، فبينزل بسرعة علشان يلحقهم. وبيحارب مايكو وبتمسك جرانج سلاح وبتبقى محتارة مين جوزها الحقيقي علشان تقتل التاني، فبنتها بتطلب من أبوها يعمل لها الحركة الخاصة بيهم وفعلا بيعرفوا الحقيقة. فبتضرب جرانج طلقة وبتيجي في جيك فبيقع في المية، لكن مايك بيخرج بجسم جيك وبيخطفهم في بوابة الدم، لكن جيك بيهجم عليه وحش الشيطان وبيعضه من رقبته، بس تشام بيلحقه وبيختفي بيه للمكان السري بتاعه وبيعالج جروحه وبيعرفه إنه مبقاش في وقت خلاص، فبيمشوا بسرعة علشان يكملوا مهمتهم. وبيفضلوا ماشيين وبيوصلوا هما الاتنين عند غابة مهجورة اللي بيبقى فيها بوابات الجحيم، وبتكون جرانج ولو محبوسين جوه، وبيظهر لهم أبو تشان وهو الشيطان الكبير سبب كل ده. وبيقول له مايكي إنه كان مطيع للآخر ونفذ مهمته، وبيشكره أبو تشان وبيبقى عاوز يقدم له ضحية لأنها نفس دم جيك بسبب إن هو اللي فتح البوابات ولازم يضحوا بحد من دمه، ولسه هيقتلها بالسيف بتاعه. بيظهر تشان وجيك وبيحاربوه، لكن مايك بيفضل يضرب في جيك علشان يقضي عليه، وبيستغل أبو تشان الفرصة علشان يضحي بلو، بس أمها بتضربه بالمسدس وبيقع الخنجر من إيده، وبيقدر جيك يضرب مايك بالخنجر بتاعه وبيقوم بسرعة وبيديله طلقة من المسدس المسحور بتاعه، وده بيخلي مايك يترمي في الأرض لأن جسمه مبقاش ليه قدرة في العالم. وبتظهر روحه الحقيقية وبيدخل الكائن العظمي وبياكل مايك وبنخلص منه أخيرا، وبيقتل جيك أبو تشان بمساعدة ابنه. لكن الحكاية ما بتخلصش على كده، وبنعرف إن جيك لازم يضحي بجسمه ويدخل بوابة الجحيم علشان تتقفل ومفيش حل تاني غير كده، فبيوافق جيك علشان مصلحة عيلته والكون كله، وبيودعهم وبيوعد بنته له إنه هيرجع لها
وبيدخل البوابة وسط النار وبيتحرق جواها علشان سلام العالم، وبتتقفل البوابة من المكان كله، وبعدها بتهرب جرانج ولو وبتوصل عند بيت أمها اللي بتطلع عايشة وما ماتتش رغم كل اللي حصل، وبيفرحوا إن لسه باقيلهم حد وبيعيشوا معاها بعد ما جيك ضحى بنفسه علشانهم. بس بتظهر بنت من أعوان الشيطان أبو تشان وبتفتح بوابة الجحيم من جديد علشان تنتقم للمعلم بتاعها. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات واقترح لنا أفلام تحب نلخصها، وياريت تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.